السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عامل فيكم شوربة عدس في رمضان ولا لسه؟ احنا النهاردة رابع يوم رمضان، عشان الفيديو اكيد هيوصل لكم بعد رابع يوم. والله كل يوم بنحتار هناكل ايه، هنفطر ايه. فكل واحد كان عنده اقتراح. قالوا شوربة عدس، قلنا ماشي. فحد قال مش عايزة شوربة عدس، هنا قالت مش عايزة شوربة عدس، هي بتحب المكرونة سباكيتي. فقلت ماشي اعمل لها مكرونة سباكيتي جنب العدس. مكرونه السباكيتي جبتها وسلقتها كده في حبه ميه زي ما انتوا شفتم، 3 كوبايات ميه في نص كيلو مكرونه. وعملت العدس، حطيت فيه طبعا البصله والطماطمايه والجزره، وسلقته وضربته بالهاند بلندر. ودي التقليه بتاعته. وانا بعمل العدس قبل ما احط فيه الشعريه باخد شويه على جنب يبقوا بصاره. فدي التقليه دي هحط منها على البصاره، وهحط منها على شوربه العدس. وبعمل برضو في المكرونه الاسباجيتي. وهمسة قالت انا عايزه عدس مش عايزه شوربه. عملت والله شويه عدس صغيرين على قدها، بس عدس برز مش شوربه. اليوم ده عملنا فيه كام اكله في نفس ذات الوقت. شفتوا البصاره؟ والله ده احلى حاجه، دهن الصحاربه. احنا بنعمل فطار وسحور في نفس ذات الوقت. شوربه العدس هنفطر بها، والبصاره هنسحربها. والله جميله قوي وشكلها جميل. ودي التقليه حطيتها على شوربه العدس. حمرت شويه شعريه حطيتهم في العدس، في شوربه العدس. ودي المكرونه الاسباجيتي بتاعت هنا. كلنا اكلنا من بعض، دقنا من كل حاجه يعني. ودي كانت السفره، شوربه العدس الفته اهي، والمخلل ده انا اللي عاملاه، زيتون وجزر. وده العدس بتاع همسه، وقلت كمان شويه بيض عشان تاكلهم مع العدس والسلطه، وعصير المانجا والليمون والفراوله. كانت سفره جميله والله، كان يوم خفيف، وكانت الاكل كان جميل قوي قوي. شوربه العدس دي كانت تحفه. ما تنسيش اللايك والاشتراك. سلام.